اتولدت على هذا الاساس. لكن احنا شوال الجزم ده كان ما هيتحط جنب المحكمه وهو داخل عشان نشوف مين اللي هياخد الجزمه. انت ندرت وما وفيتش الندر، انا نزلت لك على ارض الواقع. مين اللي انتصر؟ اللي على ارض الواقع، مش كده برضو؟ مين اللي انتصر؟ اللي نزل على ارض الواقع. وهنتصر في كل قضيه بعون الله عملتها ضد اي حد، لان هو اللي جاي لي لحد عندي، وهو اللي جاب اسمي، وهو اللي جاب اسم بنتي. اول ما ماتت محدش يتكلم، فانا ما دنتش حد ولا اتكلمت على حد. القضيه كانت ماشيه سلسه وانا كمان. اول في التراب ما خدت تليفون اكرامي خلص الكلام. اكرامي جاب لها جمال، دي بابا ودي ماما. جمال بالتاكسي وصلك ولا لا يا علياء تحت بيتك اللي في المساكن عشان ما تدفعيش اجره التاكسي؟ والتانيه تقول له يا بابا شوف انا ما كنتش معاكم، بس في الفيديوهات يا هدى انت بالذات اللي قلتي الكلمه دي. شيماء لو كانت شافتك كده ما كانتش سابتك ابدا، صح يا هدى؟ عشان تعرفي ان انا معاكي كمان على سريرك. شفتي انت الوحيده اللي قلتي الكلمه دي. ده انا بقول لكم كده حاجات ايه عاديه، ده الا التقل بقى لو عرفتوا تمشوا من المجتمع. بس عادي انتوا وشكوا قارح عادي، العين برق الحياه، ما فيش مشكله. واحد بلطجي بيأكل من البلطجه بيته مراته وحياته، هيبقى ايه؟ هيهمه؟ لا، ما هو معروف. والتانيه الحقيره اللي تقول لك انا محمد طلقني من جوزي. طب ما احنا قدام المجتمع كل شويه بنقولها لك وانت ما عندك دم برضه. فين قسيمه الجواز وقسيمه الطلاق؟ زي ما انا بقدم اسايمي واسايم بنتي قدام المجتمع والناس. يا احمد، عارفه احمد؟ ده لسه الباقي كتير كتير. انت اللي جايه لي لحد عندي، استحملي بقى. ماجدة الحشاش ما بتقولش كلام زيك، زي ما قلت الجمال عشان يفضلوا سخنين. هو ولاد اكرامي عرفتها بواحده اسمها نور اديتها 100,000 جنيه. انا حد اداني 100,000 جنيه؟ فين؟ ولا هو كلام؟ وتكييفين هو كلام؟ ده احنا العماره كلها من اولها لاخرها كاميرات، شمال ويمين ومدخل واسانسير وكل دور فيه كاميرا، كل دور. بس انت علشان يفضلوا مغليين من ناحيتي بقى، امال هتسخنوهم ازاي؟ لازم يبقى في ماتيريال، لازم. نوره هي بتاعت نوره انت، كانت تديك انت يا ام شقه بكليم. عارفه الكليم بتاع زمان؟ كليم يا بنتي، ده انا مصوره شقتك من جوه. شفت قلت لك الكليم ازاي؟ ما قلتلكيش سجاده، ما قلتلكيش حصير، كليم يا ام كليم. في المساكن اشف. وجمال وصلك لحد هناك وراكوا بالمرصاد. وايهاب وهدى وصلوا جمال في السوق، في السوق، في العبور. تاني يا ايهاب اقول لك تاني، اللي كل ما اعرف عادل تامر ايه في ايه. شوف انا ما عنديش كبير، انا كبيري ربنا، وابويا ومات، فانا كبرت نفسي. عادل اخويا وحبيبي وعشره عمري ماشي،
من بولاق ابو العلا ومصطفى الابيض وصبري وكله من شارع واحد. يعني انا اما امر المعلم انا عايزه الواد ده، هو انا عايزه الواد ده من شارع واحد. زي ما انتوا بتقولوا احنا ساكنين جنبها. صبري، مصطفى، عادل، عارفين الاصل والفصل، عارفين ابويا وعارفين اخواتي كلهم. تحب تقول حاجة في نهاية اللايف؟ ادعي من ربنا واتمنى انه يقبل دعوتي، وكده كده هو بيقبلني وبيقبل دعواتي ان شاء الله يحققها لي. الاتنين ايمن حجاج وحسين الغرابلي اشوفهم الاتنين بعناية دول واخدين اعدامهم، مرفوض النقد بتاعهم، لولا اهدى ولولا اسكت. ان شاء الله وبعونك يا رب اسمع في الايام ديت بكره ولا بعده برفض النقد بتاعهم. قد ايه قد كده انا وجنى هنفرح ان حق شيماء جه من الاتنين. فرحوا دي، انا مفيش حاجه تفرحني بعد دي، لا مش انا الست اللي هتفرح، بس دي تحس ان حكومتها جابت لها حقها عشان دي مش عشان انا. شكرا للمتابعين، شكرا لحسام اللي مقدره ابني ورايا في كل حاجه، شكرا للمتابعين بتوع حسام اللي بيتفرجوا على قنواته، شكرا للرأي العام كله داخلي وخارجي. انا من غيركم ما كنتش هقدر اقف قصاد كل ده، لان انا واقفه بطولي ولوحدي. عيلتي مساعداني، عيلتي سنداني بشبابها برجالتها بكله، بس قدام الحق وقدام العالم كله انا لوحدي. اقرب الاتنين الرجاله اللي يقفوا مفروض واحد يمين والتاني شمال ويسندوني، هما اللي قطعوا فيا وقطعوا بنتي. الاب اللي عمره ما مسك 1000 جنيه، ولا الابن اللي مسك التاني 1000 جنيه، باعوا قضية بنتهم واخته مقابل كل واحد متعشم ان ياخدوا ملايين. بس ايهاب جلال ما كانش هيخليهم تاخدوا الملايين، كانش هينزلكم بالملايين اللي في دماغكم، لا. شكرا لمتابعينكم، كتر خيركم، شكرا.